من اقوى ترندات العنايه بالبشره هو تفتيح البشره وعلاج التصبغات، سواء كانت سان سبوتس او ميلازما او كانت بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. الحاجات دي كلها تصبغ باختلاف اشكاله، سواء بقى تعرضتي للشمس كلف نتيجه الهرمونات بتاعه الحمل، جروح اللي بتحصل في البشره او اثار الحبوب وما الى ذلك. كل الحاجات اللي بتعمل التهابات في البشره او بيحصل نتيجتها تصبغ، الكريمات دي معموله ليها. الكريمات دي فيها مادة الهيدروكينون، والمادة دي بتشتغل على الميلانوسايت اللي هي الخلايا الصبغية في البشرة. بتعمل ايه؟ بتوقف انزيم الترايزونيز على ان هو يفرز اللون بتاع البشرة، بيفرز الصبغة بتاعة البشرة. فلو حضرتك بتستخدميها وانت مش عارفة التصبغ ده موجود في الطبقة الاولى او في الطبقة الثانية، فهو انت بتستخدمي جرعة ممكن تسبب لك حاجة اسمها الهايبوبيجمنتيشن، اللي هو نقص التصبغ. بمعنى اصح بيبقى زيه زي مرض البهاء. الكريمات دي مشهوره جدا ولازم تكونوا عارفينها، عشان لما تسمعوها في اي وصفه ما تستخدميهاش دايركت من غير ما تكوني تحت الاشراف الطبي. زي الميلانو فري، وكمان التراي ميلازما والهاي كوين، في كمان عندنا تريتو سبوت، في كمان الميلوكين. ما ينفعش تستخدم للمناطق الحساسه، لان انا شايفه في وصفه بتتوصف دلوقتي الميلانو فري مع اللوشن بتاع ميلانو انها للمناطق الحساسه، وده من اخطر الحاجات اللي ممكن تعمليها، لان ده يسبب لك مشاكل ما بتتحلش. البقع البيضاء اللي ناتجه عن نقص التصبغ ما بتتحلش. ترقق الجلد انت في غنى عنه، لانه هيدخلك في مشاكل كتيره جدا. خدوا بالكم كويس جدا وانتوا بتسمعوا اي وصفه، لازم تكوني عارفه المكونات دي ايه وتفاعلاتها على بشرتك هتبقى عامله ازاي، عشان ما تتسببيش في ضرر لنفسك نتيجه حد عايز يطلع بترند وخلاص.